كان الاشخاص يموتوا باعمار مبكره اكثر، السبب مو معروف. ليش انا بعلق على موضوع الكوليسترول؟ لانه هذا احد الاسباب اللي هي ريفرس قابله للعلاج. يمكن عكس نتائجه لتكون انه صحيه، يعني من خلال لايف ستايل، من خلال عدة شغلات، اللايف ستايل والادويه، في تقدم هائل في الادويه لمعالجه الكوليسترول. هل ادويه الكوليسترول بتاثر على الحياه الجنسيه عند المريض؟ الليتل اي، فهو هذا الأسوأ انواع الكوليسترول، وهذا طبعا اذا كان مرتفع فعاده بيكون اسباب وراثيه لارتفاعه او اللايف ستايل والنمط الحياتي. هو مشان هيك اسمه ارتفاع الضغط اسمه القاتل الصامت، سايلنت كيلر، ما في اعراض نهائيا. أمراض القلب اليوم هي خطر صامت وواضح بشكل كتير كبير، عم يهدد فئات صغار السن، الشباب، الكبار، السيدات، الرجال دون استثناء. رغم كل هالتسهيلات اللي عم نشوفها بحياتنا، هالمرض لا يزال العقبة الأولى والتحدي الأكبر بعالم الصحة. اليوم بيسعدني يكون ضيفي بكلام مع سلام الدكتور محمد أندرون، استشاري الأشعة التداخلية القلبية، وأيضا هو رئيس قسم القلب في مستشفى ميدي كلينيك المطار بأبو ظبي. أهلا وسهلا فيك يا دكتور محمد. اهلا وسهلا. موضوع أمراض القلب فعلا يعني مشكلة ما عم تنتهي رغم كل التطورات اللي عم تصير، رغم كل التسهيلات بحياتنا، لكن يبدو بالمقارنة مع القبل يبدو هلأ بعده هذا المرض الشغل الشاغل للكثيرين. ليش برأيك؟ طبعا فينك تقول اسباب كثيره لها، في اسباب قابله للعلاج وفي اسباب مع الاسف غير قابله يعني انه نعالجها، مثلا مثل التقدم في العمر، مثل مثلا في اسباب وراثيه بتؤدي الى زياده امراض القلب. بس بالمقابل في اسباب كثير قابله للعلاج ونحن فينا نتحكم فيها عن طريق الادويه او عن طريق تغيير اللايف ستايل. طبعا منا الكوليسترول المرتفع الذي مثل ما تفضلتي يعاني منه تقريبا معظم الأشخاص في العالم، في عندهم كوليسترول أعلى من الطبيعي. طبعا في اسباب تانية قابله للعلاج او بسموه يعني ريفرسبل، مثل الدخان فرضا، التدخين عامل رئيسي في امراض القلب، السيدنتر لايف ستايل اللي هي الحياه اللي ما كثير فيها اكسرسايز وحركه. طبعا هي كمان قابله للعلاج. السمنه احد الاسباب الرئيسيه في امراض القلب. ومع الاسف طبعا مع التقدم العلمي وتقدم الادويه العجيب، في عندنا ادويه حاليا طبعا يعني تعالج اي شيء، ومع هيك امراض القلب في تصاعد. قبل رغم بساطتها بس كانت أمراض القلب مانا بهذا خلينا نقول النسبة العالية. برأيك شو الحركة؟ هو طبعا بس هو في شغله مهمه بدك تنتبهي لها، انه من قبل ما كان فيها الاساليب التشخيصيه القويه. يعني مثلا كان الاشخاص يموتوا باعمار مبكره اكثر، السبب مو معروف. يعني كثير بيجيني اشخاص انا والدهم توفى بعمر ال50 او كذا، اكيد صار معه جلطه في القلب، فيعني ما كان في اساليب تشخيصيه قويه، وكان الافريج يعني اللونجيفيتي او قديش الشخص ممكن يعيش كان اقل بكثير من هلا. فطبعا هلا مع تقدم الاساليب التشخيصيه فنحن عم نكشف امراض ممكن كانت من قبل غير مشخصه. طبعا هذا احد الاسباب. طبعا السبب الثاني المهم هو السيدنتري لايف ستايل، هي اللي ذكرتها، اللي هي طبعا حاليا ما كثير في حركه، يعني نادرا جدا ما الاشخاص يتحركوا كله بالسيارات عم يوصلوا كله لعندهم اكزاكتلي يعني حتى الاكل بوصل على البيت طبعا. فيعني طبعا اكيد فهي الشغلات اكيد بتزيد مثل ما قلت لك الاصابه بامراض القلب. بس بضل أنا شغله مهمه طبعا هي موضوع الكوليسترول. ليش انا بعلق على موضوع الكوليسترول؟ لانه هذا احد الاسباب اللي هي ريفرسبل، قابله للعلاج. يمكن عكس نتائجه لتكون انه صحيه، يعني من خلال لايف ستايل، خلينا نقول من خلال عدة شغلات، لايف ستايل والادويه، في تقدم هائل في الادويه لمعالجه الكوليسترول. وصرنا بنفهم كثير هلا كمان نحن عن موضوع الكوليسترول اكثر من قبل. يعني مثلا في كوليسترول حميد، في كوليسترول سيء، في كوليسترول حميد كثير، وفي كوليسترول سيء جدا، يعني ففي كثير تقدم في هذا الموضوع. فينا نساعد فيه الاشخاص او المرضى لحتى يفهموا اكثر وحتى يستجيبوا للمعالجه وحتى يصير عندهم وقايه اكثر من امراض القلب. بس الكوليسترول بالنسبة لكتير ناس هو كوليسترول، ممكن ما يقولوا انه يعني الكوليسترول الحميد حتى لو زاد ممكن يعمل لهم مشاكل. لا، الكوليسترول الحميد بالعكس،
اذا زاد كتير. حتى لو زاد كثير، كل ما زاد اكثر كل ما احسن. فهو انت مثلا بتشوفي انديفيدوال او شخص بيقول لك انا بعمل رياضه وباكل اكل صحي وكذا، وفعلا بتعملي الكوليسترول بيطلع عندهم الاتش دي ال اللي هو اسمه الكوليسترول الحميد، يعني بيطلع عالي كثير. وهذا طبعا بدل انه الشخص اكيد اللايف ستايل تبعه اكسلنت. الكوليسترول السيء هو اللي هو هذا اللي نحن طبعا يعني العدو الاساسي تبعنا ولامراض القلب، وبيؤدي الى تراكم الشحوم والبلاك بسموها مثل الوسخ الدهون جوا الشرايين. فهذا والكوليسترول السيء في منه نوع اسمه أسوأ انواع الكوليسترول اللي هلا حديثا منصوح انه يعني اي شخص يساوي اتليست وانس، يعني باللايف مرة اتليست مره بالحياه، انه يساوي الكوليسترول اسمه هو اسمه يعني الكوليسترول الليتل اي. فهو هذا الأسوأ انواع الكوليسترول. وهذا طبعا اذا كان مرتفع فعاده بيكون اسباب وراثيه لارتفاعه او اللايف ستايل ونمط الحياه. وهذا عاده اذا مرتفع يحتاج الى الشخص الى معالجه دوائيه في معظم الحالات. موضوع عم يلفت نظر كل العالم. نحن عم نتابع مباراة كرة قدم، فجأة أحد اللاعبين وقع على الأرض وتوفى. كيف لاعب بكل هالنشاط والحيوية والرياضة والفت، يعني ما عنده أي مشكلة، هيك يموت فجأة؟ طبعا هيدي اسباب، شوفي هيدي مختلفه تماما عن الكوليسترول والتدخين والكذا. هيدي عاده بيكون لها سبب وراثي، بيكون هذا الشخص عنده اسباب وراثيه غير مشخصه في القلب، يا اما اضطراب في كهربة القلب غير مشخص، او مشكله في عضله القلب، بيكون تخانه بعضله القلب غير مشخصه. مشان هيك طبعا هلا حاليا في كتير ريستريكشنز او في كتير يعني قيود على الاشخاص اللي بيلعبوا كومبيتيتيف سبورت، يعني رياضه منافسه مثلا مثل الفوتبول، او مثلا يعني رياضه عنيفه بالتحديد. لانه مثلا بيعملوا تخطيط للقلب، لازم يعملوا ايكو، وايكو اللي هو الترا ساوند للقلب. هدول اثنين اساسيين لحتى نستبعد اي شيء مرضي او جينيتيك او وراثي في كهربة القلب او بعضلة القلب. هدول الاشخاص عاده اللي بيصير عندهم وفاه مفاجئه اثناء الرياضه بيكون عاده عمرهم صغير بالعشرين اول العشرينات. sudden death، موت مفاجئ بسبب اضطراب بنظم القلب عاده اثناء الجهد. طيب يا الله، ما بيكون حاسس باي عارض ولا عرض whatsoever، زيرو، ولا اي اعراض، sudden onset. ارتفاع الكوليسترول عند المرأة وارتفاع الكوليسترول عند الرجل، مين بتظهر عليه الأعراض أكثر، المرأة أو الرجل، ولا نفس الشيء؟ وهل الأعراض يا ترى مختلفة؟ شوفي هو بشكل عام الرجل أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، أكثر يعني بكثير، لأنه طبعا النساء بشكل عام عندهم حماية بسبب الهرمونات. لحد عمر 50 بين 50 و60 بتبلش شوي تزيد نسبة الإصابة عندهم. الرجال طبعا الرجال لا ممكن تبلش اصابتهم بامراض القلب باعمار مبكره اكثر بكثير من النساء، عاده 10 ل 20 سنه اصغر بتبلش عندهم. الاعراض يعني ما في اعراض معينه بتدل انه هذا الشخص عنده ارتفاع بالكوليسترول. يعني انت بتقولي احيانا الشخص السمين البدين يعني عاده الكوليسترول عنده اعلى، عاده يس، بس احيانا لا اذا كان وراثي طبعا، لا اذا كان وراثي احيانا بيجي مثلا فيري ثين وسليم ورياضي والكوليسترول عنده عالي جدا، هذا بيكون وراثي. حتى لو كان رياضي، حتى لو هذا بيكون وراثي، هذا بيكون ديفنتلي وراثي. وواحد بال 200 يعني 1 in 200 من الاشخاص عندهم ارتفاع كوليسترول وراثي شديد، هوموزايكس، يعني بيكون اخذ من الاب والام، فبيكون عالي جدا. وهدول بيصير عندهم اصابه بامراض القلب والجلطات القلبيه اعتبارا من عمر 30 سنه ببلش عندهم اصابه بامراض القلب للاسف. هلا هل في عندهم شغلات ممكن بالفيجوال بين؟ عاده لا، بس احيانا مثلا بيكون في عندهم شويه بسموها اكزانثيلاسما، يعني بيكون عندهم شويه حبوب حوالي العين. هي حبوب دهنيه حوالي العين تماما بهالمنطقه. هي ممكن تكون مؤشر، او ممكن تكون مؤشر قوي جدا. وعاده هدول بيكون عندهم ارتفاع كوليسترول شديد. فاي شخص عنده حوالي العين حبوب دهنيه طبعا يفضل انه يستشير الدكتور ويعمل تحليل كوليسترول 100%. انا كيف ممكن اعرف انه عندي ارتفاع ضغط دم؟ هل هو الصداع ام التعب ام يعني هيك بتحس حالك مخنوق؟ شو كيف ممكن اعرف؟ هلا كل اللي ذكرتيه ممكن يكونوا،
كل اللي ذكرتيه ممكن يكونوا، يعني مثلا ممكن يكون الشخص يشكي من صداع متقطع، خصوصا الصبح اول ما يفيق بيقول لك عندي صداع غير مفسر، يعني حس حالك شويه هيك تقل. راس فيج او تقل شوي. طبعا بس احيانا كثير بيكون سايلنت، كومبليتلي سايلنت، ولا عنده اي اعراض نهائيا. هو مشان هيك اسمه ارتفاع الضغط اسمه القاتل الصامت، سايلنت كيلر. ما حدا ما ممكن. nothing no symptoms، ما في اعراض نهائيا. طبعا هو الضغط العالي شو بيساوي؟ بيأثر على 3 اعضاء رئيسيين في الجسم: القلب والدماغ والكليه. القلب والدماغ والكليه، فيعني المريض اذا غير مشخص عنده ارتفاع ضغط ممكن بيزيد. احد هالاعضاء ينضرب طبعا فجأة. بيزيد عنده نسبه الاصابه بالنزيف الدماغي، قصور في القلب وقصور في وفشل كلوي. فمشان هيك الضغط جدا جدا مهم. وطبعا مهم الواحد يعني يعمل يعمل فحص. تشيك على الضغط. طبعا اكيد يعني التشيك سهل جدا حاليا، موجود في اي صيدليات، يعني في هذا اي اللي نحن بنجيبه جهاز ضغط بالبيت العادي. عادي، طبعا هذا اكيد هذا من. بيعطيك مؤشر. الضغط الطبيعي لازم يكون 130 على 80 او اقل. وخصوصا انا بنصح الشخص يعني اذا بده يقيس ضغطه يقيسه الصبح، اول ما يفيق الصبح ايرلي مورنينج يقيس الضغط، لازم يكون تحت ال 130 على 80. اذا كان بلكي اعلى كان تحت كمان. احسن لسه. اه. احسن، كل ما كان اوطى كل ما احسن. 120 على 70 احسن، 110 على 70 احسن. فهمت علي؟ بس طبعا احيانا بيكون ضغط واطي كثير، اتس اوكي، ما له مشكله. اذا واطي كثير بيعمل شويه دوخه اثناء الوقوف، بس ما له مؤشر لاي شيء. فالضغط الواطي احسن من العالي، هي اكيد في كثير ايفيدنس ودليل عليها. فمشان هيك نحن من قبل مثلا كنا نعالج اذا كان الضغط 140 على 90، بعدين الجايد لاينز تغيرت، هلا حاليا 130 على 80. وكل ما كان اوطى الضغط كل ما احسن. لانه تخيلي اذا الضغط مثلا اوطى، انا بقول للمريض يعني او للشخص انه الضغط اذا ضغطك اوطى بيكون كل جسمك مرتاح، الدماغ مرتاح، الكليه مرتاحه، القلب مرتاح، عم يضخ، هو مرتاح اكثر. فالضغط الواطي احسن من العالي. صارت عندك حالة لطفل أو شخص تين ايجر خلينا نقول معه أمراض قلب؟ هلا شوفي، عند هدول الاشخاص الصغار كثير اللي تحت ال 20 سنه خلينا نقول، عاده بيكون في عندهم يا اما شيء اسمه كونجنتال، يعني شيء شيء خلقي وراثي. وراثي، ايوه، اللي هي اضطراب مثلا في كهربة القلب او اضطراب في عضله القلب. هدول شغله هي اولا او انه بيكون في عندهم بسبب طبيعه الحياه اللي عم يعيشوها ارتفاع بالكوليسترول. طبعا السمنه، ارتفاع بالكوليسترول تؤدي الى شغلتين: ارتفاع بالكوليسترول وارتفاع بالضغط. يعني مثلا بيجيني احيانا اشخاص عمره 18 سنه ما في شيء ابدا، ضغط عالي 160 على 100. 18 سنة. 18 سنه ما في شيء. بتعملوا كل تحاليل الكليه، الاستقصاءات، بتعملوا استقصاءات لحتى تستبعد اي سبب ثانوي لارتفاع الضغط، ما في شيء ابدا. السبب الوحيد ولا بتاخذي القصه من الام او من او من الشخص نفسه: اكل سيء، سيدنتري لايف ستايل، اكل كله جنك، معلبات، شغلات. فهذا كله مالح وبيرفع الضغط. فهمت علي؟ فاذا اول سبب، اول شيء بهالشغله انه انت يعني تعالج السبب الرئيسي اللي هو اللايف ستايل تبع الشخص عمره 18 سنه. الطفل يعني حرام طبعا. بهالسن هذا يكون عندك ضغط هيك. طبعا احيانا بيكون في اسباب ثانويه لارتفاع الضغط، مثلا تشوهات معينه تؤدي الى هذا. بس احيانا كثيره، وبصراحه معظم الحالات بيكون الاسباب هو نمط الحياه اللي كتير سيء السيء طبعا. جدا جدا. موضوع الأدوية تحديداً أدوية الكوليسترول، في ناس كتير بتتخوف منه، في ناس بتفكر إنه ممكن يعمل لها مشكلات على المدى البعيد أو المدى القريب، في ناس ممكن تقول خلص يلا أنا صحيت نزل الكوليسترول لوضعه الطبيعي بيوقفوا منه لحاله ما عاد بياخده. وفي أشخاص حقيقة دكتور ما بيآمنوا بشيء اسمه دواء كوليسترول، عندهم هيك معلومات سابقة خطأ عنه. قديش مهم هذا الدواء؟ وهل بالفعل بيأثر على أعضاء تانية؟ هذا طبعا سؤال جدا مهم، لانه نحن انا شخصيا يمكن كل يوم بالعياده بواجه نفس السؤال. هو شوفي بشكل عام اولا دواء الكوليسترول لازم قبل ما ينوصف يكون الدكتور والمريض متفقين على شغله، انه هذا الدواء مفيد ومدى الحياه. لانه مش كل شخص عنده كوليسترول عالي يحتاج الى دواء، هي شغله مهمه. يعني طبعا مع الاسف احيانا كثير في دكاتره اي شخص عنده ارتفاع كوليسترول بيعطوه دواء كوليسترول. بتطلع على اللايف ستايل تبع المريض بتشوفي انه مثلا اولا اوفر ويت واكله سيء وكذا. فاذا اول خطوه في المعالجه هي التغيير نمط الحياه واللايف ستايل ولو فات دايت. هي اول خطوه في المعالجه تماما. ثانيا الشغله الثانيه المهمه، نحن بنعمل تقييم للمريض، يعني شو الخطوره انه هذا الشخص اللي امامي شو الخطوره يصير معه امراض القلب والشرايين
خلال 10 سنوات القادمه. هي الشغله يعني نحن في عندنا سكور سيستم يعني. اذا شيء اسمه individualized medicine، يعني مش كل شخص exactly the same. فهمت علي؟ حسب يعني حسب الخطوره. مثلا اذا مريض عمر المريض، السكس تبع المريض، اذا عنده دايابيتيس، قصه عائليه لامراض القلب، هي كلها بناخذها بعين الاعتبار. هل ادويه الكوليسترول بتاثر على الحياه الجنسيه عند المريض؟ ما بتاثر نهائيا، لا. فهو شوفي، هو ما في دواء يعني فري لانش، ما في دواء without يعني بدون ما يكون في شويه اعراض جانبيه. فمشان هيك دائما انت بدك تاخذي الخطوره والفائده. يعني ادويه الكوليسترول بشكل عام يوجوالي يعني ويل توليريتد، يعني مستحمله بشكل جيد. هلا وقت تطلعي بالدوز بشكل عالي بصير شويه وجع عضلي، هي اكثر شيوع، اكثر سايد افكتس او اكثر اعراض لادويه الكوليسترول هي الوجع العضلي اللي هو ايك، عاده بيكون بالشولدرز والكتف وشويه ايك، خصوصا هي بعد لما الرياضه، بنطلع بدوز خصوصا بالدوز العاليه، خصوصا بالدوز العاليه. ايوه تمام. هلا هل بيأثر بشكل خطير على الجسم؟ لا. مثلا تأثيره على الكبد اللي هو اكثر شيء شائع قليل جدا جدا، والدراسات كلها اثبتت انه تأثيره على الكبد مثل البلاسيبو، يعني مثل تقريبا الوهمي. مثل الدواء الوهمي اكزاكتلي. هل بيأثر على الدماغ وبيعمل مثلا ديمنشيا او خرف؟ يعني حسب في شائعات كثير عن الموضوع. لا. وانا برأيي الشخصي في الواقع بالعكس بيقلل نسبة الإصابة بالديمنشيا او الخرف، لانه اهم سبب للديمنشيا او الخرف هو الجلطات الدماغية. طبعا هو بيخفف الجلطات الدماغية، فعمليا بيخفف نسبة الإصابة بالديمنشيا. هدول الأسباب الرئيسية اثنين. هل له تأثير ثاني سيء على الجسم؟ عادة ما له تأثير أبدا بصراحة. يعني عمل لك نسبة الإصابة بأمراض الكبد قليلة جدا جدا، وخصوصا إذا الشخص هيلثي وما بياخذ أدوية كتير بتتعارض مع دواء الكوليسترول. هل يتعارض دواء الكوليسترول مع أدوية ضغط الدم؟ لا أبدا، بالعكس ولا نهائيا. في المريض ياخذ دواء الكوليسترول طبعا ودواء ضغط الدم؟ معظم مرضانا عندهم ضغط وكوليسترول. هو بيتعارض مع ادويه ثانيه، مثلا في انتي بايوتكس معينه، انتي فنجل اللي هي شغلات نادره، فطريات نادره يعني بتتدخل معه. بس اما الادويه العامه، الدواء الضغط والسكري، بالعكس كل مرضانا عندهم ضغط وسكري وكوليسترول بياخذوا الادويه، لانه هلا في عندنا ابر انجكشنز لمعالجه الكوليسترول العالي، وهيدي فعالة إلى درجة unbelievable. بتنزل الكوليسترول بنسبة 60%. وفي نوعين من الإبر بتنعطى، في إبر بتنعطى كل أسبوعين، وفي إبر بتنعطى كل 6 months. تخيل أنت عم تاخدي إبرة واحدة كل 6 شهور. بتعوضك عن الأدوية؟ لا هلا ما بتعوض عن الأدوية، بس بتصير بتاخدي دوز خفيفة جدا من الأدوية. يعني مثلا بعد ما تاخدي دوز 40 ملغ بتصير تاخدي 10 ملغ. مع إبرة كل 6 شهور الكوليسترول بينزل بنسبة 60%، ماسيف. وسايد افكتس يعني انت ممكن متوقع بالسنوات القليله القادمه ناخذ ابره خلص نصح من الكوليسترول؟ طبعا هلا اصلا في ترند انه خذ ابره كل سنه والكوليسترول عندك بينزل بنسبه 50 ل 60% خلال السنه كلها. بس يعني لازم تاخذ كمان الدواء معه، ما هو مشان ما نلحق الترندات. طبعا لا طبعا اكيد. بس قصدي حاليا انا يعني اذا شخص هيلثي طبعا ممكن فرضا هيلثي وبده ياخذه للكوليسترول للوقايه، لدواء الكوليسترول، وما بده ياخذ حبوب، ممكن يقول انه والله اوكي خلينا ناخذ ابره كل سنه. لسه ما انا ان ذا جايد لاينز، حتى ما تكون انا واضح، يعني ما انا ابروفد، يعني ما انا هلا في تجارب يعني. طبعا. بس هو الدواء نفسه FDA approved، يعني الدواء approved من European American Societies 100% very safe و extremely effective الدواء. سؤالي الأخير رح يكون عن موضوع الهرمونات والبدائل الهرمونية. هل يا ترى بالفعل ممكن أنها تعالج حالة، يعني خلينا نقول توازن الضغط، توازن موضوع الكوليسترول عند النساء تحديدا؟ هذا سؤال مهم، وطبعا في تجارب وريسيرش عليه ماسف، وريسيرش لهلا ما في كونكلوجن واضحه، يعني ما في نتيجه قاطعه 100%. بس هو بشكل عام، يعني بشكل عام المنطق بيقول انه اذا بتعوضي الهرمونات بشكل انه تاخذ هرمونات مناسبه، يعني نفس يعني الناتشرال بتكون مثلا صحه الشرايين بتكون احسن، الكوليسترول بيكون احسن، والضغط بيكون احسن. فبس ما في كونكلوجن لهلا 100% تو سي انه ريكومنديشن او منصوح فيها عالميا انه مثلا
اي يعني مشان اي نخفف امراه المشاكل اللي بتصير للنساء بعد انقطاع يعني الدورة. قصدي اي امراه بسن الامل انه لازم تاخذ دواء هرموني لمعالجه امراض القلب، ما في هيك ما شيء. في كونكلوجن 100%. فاذا هي عمليا انديفيدواليز، لانه هدول الادويه لها فوائد ونفس الوقت لها اثار جانبيه. طبعا. هل هي بتفيد الضغط؟ ممكن في ريسيرش بيقول لك يس، وفي ريسيرش ثاني بيعكس الموضوع. فعمليا بصراحه نحن ما في الى شيء الان فاصل ما في بهذا شيء الموضوع. كونكلوجن يعني كونكريت او 100% مؤكده انه يس او نو. فهل هي بتفيد بشغلات تانية؟ طبعا ممكن تفيد السكين، ممكن تفيد مثلا الكانسر او كذا شيء تاني، اوكي. بس للقلب بالتحديد او للضغط او للكوليسترول ما في ايفيدنس لهلا بصراحه.